جربنا زمان اول اصدارات وان بلس بادز اللي كانت في وقتها الطفره في عالم السماعات، وجربنا بعد كده وان بلس بادز برو اللي كانت بتنزل بمواصفات مختلفه واوبشنز اعلى، تصميم مختلف، وتتوالى اصدارات وان بلس بادز لغايه ما وصلنا لوان بلس بادز 3. فايه الجديد وايه امكانياتها وايه عيوبها وايه الفرق بينها وبين الموديلات اللي قبل كده؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده. فاهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سولوبيديا، معاكم اسلام. يلا بينا نبدا. كعادة وان بلس علب بسيطة لكن شيك جدا، لازم يكون فيها اللون الأحمر، فتحها سهل، وأول ما نفتحها بنلاقي السماعة بتغليف بسيط جدا، وتحت السماعة بنلاقي علبة فيها كيبل للشحن تايب سي برضه باللون الأحمر والأبيض، وشوية كتالوجات وعضوية ليد كيبل بتاعت وان بلس، ومقاسين كمان من السيليكون اير تيبس في حتة كيس كده، مش بالشياكة تغليف وان بلس بادز برو مثلا، بس مناسبة لسماعة بسعر 5000 جنيه أو 350 درهم، يعني أقل من 100 دولار تقريبا. بس مش ده المهم، تعالوا نشوف التصميم. اللون اللي معانا ده هو الجراي، والسماعة بتيجي بلون تاني لبني كده حلو جدا، نفس درجة لون موبايل وان بلس 12 ار. وعموما هناخد بالنا ان تصميم السماعة مشابه جدا لوان بلس بادز برو، نفس العلبة المط من بره اللي محفور عليها اسم وان بلس بلون لامع شوية، من قدام في ليد انديكيتور واحدة بتنور باكتر من لون، ومن ورا مدخل شحن تايب سي، ومن تحت مفيش اي حاجة خالص ولا حتى كتابة. الكتابة كلها موجودة جوه العلبة تحت السماعة نفسها فما تكونش باينة، وفي النص هنا زرار البيرنج اللي نادرا ما هنحتاجه، وهنلاقي نفس تصميم سماعة الودن بتاعت وان بلس بادز برو، نفس الشكل تقريبا باللون الجراي الغامق، لكن المرة دي جسم السماعة كله من اللون اللامع، شكله في رأيي أحلى وأشيك بكتير من وان بلس بادز برو. يمكن ده رأيي أنا، لكن قولولي انتوا رأيكم في التعليقات، دي شكلها أحلى ولا الوان بلس بادز برو؟ فتح وقفل العلبة ممتاز جدا، الغطا مش بيمسك نفسه غير يا مقفول يا مفتوح، ما بيقفش في النص، وده بيسهل فتحه بإيد واحدة، مش قوي يعني لكن اسهل بكتير من وان بلس بادز برو. طبعا اخدتوا بالكم ان السماعه بيجي فيها السيليكون اير تيبس، على عكس اول اصدار من وان بلس بادز اللي انا كنت بحبه جدا جدا، ما كانش فيه اي سيليكون اير تيب، كان شبه الايربودز 2، وده فرق مهم جدا. لو ما بتحبش السيليكون اير تيب وبتضايقك قوي، فممكن ده يخلي السماعه دي مش افضل حاجه او انسب حاجه ليك. حاجات زي واوي فري بادز والايربودز العاديه وحتى اول اصدار من وان بلس ممكن تكون وقتها انسب ليك، لكن وان بلس طبعا حطوها في الاصدار ده لاسباب مهمه جدا تتعلق بمواصفات السماعه نفسها. فتعالوا نعرف اكتر ايه مواصفات السماعه. طبعا بتيجي بديوال دايناميك درايفرز بلا بلا، هنجرب الصوت ونحكم بنفسنا. السماعه فيها ويل ديتكشن، بتعرف لوحدها لما تلبسها او تقلعها من التاتش بتاع الجزء ده لودنك، يعني مش بروكسيميتي سنسور، فبقت اسرع كتير في البوز والبلاي، مجرد ما تقلعها بتبوز على طول، مجرد ما تلبسها بتشتغل تاني فورا، ولو حطيتها في جيبك مثلا مش هتفهم ان انت لابسها، لازم تكون لامس الجزء ده عشان تفهم ان انت لابسها فعلا. البطاريه بتقعد حسب كلامهم 44 ساعه استخدام، طبعا باعاده الشحن من العلبه، لكن مع الاستخدام العادي والنويز كانسلنج شغال بلاقي ان كل سماعه بتقعد حوالي 6 ساعات ونص تقريبا، ومع اعاده الشحن بتوصل لغايه 25 او 26 ساعه. ولو السماعه فصلت وشحنتها بس لمده 10 دقايق ممكن بعد كده تستخدمها لمده ساعتين كاملين. وبالمناسبه العلبه مفيش فيها شحن وايرلس، مش زي وان بلس بادز برو، الشحن بيكون عن طريق مدخل تايب سي فقط. السماعه هنا بتاخد اوامرها باللمس او السلايد مش سكويز، وده فرق مهم وحلو جدا جدا في رأيي، بيخلي التحكم في السماعة عملي وأسهل بكتير. والسماعة بتقدر تقاوم طرطشة المية الخفيفة والمطر العرق، انها بتيجي بدرجة IP55، لكن خدوا بالكم ان العلبة نفسها معلهاش درجة حماية. وطبعا واحدة من اهم الفيتشرز هو ان السماعة بيجي فيها Adaptive Noise Cancelling، وهو ده السبب الرئيسي اللي حطوا عشانه السيليكون تيب. وعشان نجرب بقى كل الكلام ده فتعالوا نوصلها بالموبايل. طبعا معروف في اي سماعة ان لو الموبايل من نفس نوع السماعة بيطلع بوب اب وانيميشن وحركات كده تخلي التوصيل للسماعة سهل في اول مرة، لكن المفاجأة اللي لقيتها ان حتى مع موبايلات من براندات تانية زي سامسونج مثلا، مجرد ما تفتح جنبه غطا العلبة في بوب اب بتطلع وتقدر منها توصل السماعة بسرعة جدا بالموبايل حتى لو كنت قافل البلوتوث. واقدر برضه اني اوصل السماعه باكتر من موبايل وابدل ما بين الموبايلين بسهوله وبشكل اوتوماتيك في اي وقت. وبعد ما بوصل السماعه من غير ابلكيشن بلاقي كل المعلومات الاساسيه اللي انا محتاجها، زي مثلا مستوى البطاريه للعلبه ولكل سماعه، واقدر كمان اعرف مكان السماعه وارن عليها فاسمع صوت اقدر اوصلها بسهوله.
كل الكلام ده من غير اي ابلكيشن. لكن لما ننزل ابلكيشن السماعة اللي هو هي ميلودي فاقدر اعمل حاجات اكتر بكتير. اول ما بتنزل ابلكيشن هتلاقيه بيشرح لك الكنترولز وازاي تستخدم السماعه وازاي كمان تستخدم السلايدر. هنلاقي ان الكنترولز كلها بتكون عن طريق الدبل تاب او التريبل تاب او ان انا اعمل هولد على السماعه، وممكن كمان اشغل اوبشن السنجل تاب ان هو يعمل لي مثلا بلاي وبوز. وطبعا تقدر تغير كنترولز السماعه اليمين لوحدها والسماعه الشمال لوحدها، وتقدر كمان تغير اوبشن السلايد بدل ما يكون بيعلي ويوطي الصوت تقدر تخليه بيجري التراك او بيرجعه لورا. فانا شايف ان الكنترولز هنا هايله جدا جدا، ومن اكتر الكنترولز العمليه اللي لقيتها على اي سماعه. مبدئيا اقدر اعرف من الابلكيشن انا على انهي نظام بالظبط حاليا في النويز كانسلنج، اذا كان اوف ولا كان ترانسبيرنسي يعني كل الاصوات بتدخل لي من المايك للسماعه، ولا اذا كان النويز كانسلنج شغال فمسمعش اي اصوات في الخلفيه. واقدر من خلال الابلكيشن برضو اني اغير ما بين الثلاث اوضاع. ومبدئيا كده مود الترانسبيرنسي هايل، مش حاسس باي ليتنسي خالص، الصوت بيوصل في لحظتها لودني على طول. المفروض ان سرعه السماعه في الليتنسي حوالي 94 ملي، فسرعه ممتازه جدا. الترانسبيرنسي مود بيخليك سامع نفسك كويس لكن مش بنفس جودة صوتك، برضه مختلف شوية. اما بقى نظام النويز كانسلنج لو هتحط السماعتين موضوع تاني خالص، مش طبيعي، كأن في حد كده طفى كل حاجة خالص، مش سامع اي حاجة، صوت التكييف، مروحة الكمبيوتر، كل حاجة، مفيش اي اصوات. جميل جدا جدا، هايل فعلا. لكن بحس ان هو بيعرض ودني لضغط فعليا، يعني السماعة فعليا بتضغط ودني عشان ما اسمعش الباك جراوند نويز. فاعتقد بعض الناس ممكن تتضايق من الموضوع ده، ما تحسش ان هو مريح لو لفترة طويلة، بس انا فعلا من كتر ما جربته بدأت احس ان انا متعود عليه، ما بقاش مضايقني زي الاول. وتقدر كمان من الابليكيشن انك تتحكم في مقدار النويز كانسلنج، ممكن تخليه مايلد او ميديوم. انت ازاي شغال حتى بودن واحده؟ بس بحس ان هو المايلد والميديوم مش بيعزلوا حاجه قوي، لكن ممكن يكونوا مريحين اكتر لو ضغط ودنك بقى بيضايقك. في كمان الاير بادز فيت تيست، وده اختبار كده بتعمله السماعه عشان تتاكد انك بتستخدم الاير تيب اللي مقاسها فعلا مناسب لودنك، فهتاخد فعلا افضل درجه نويز كانسلنج وكمان افضل تجربه استماع في ودنك. في كمان الجولدن ساوند، وده عباره عن اختبار كده بيعمله الابلكيشن لودنك، بيعمل الاول زي سكان كده للقناه السمعيه، وبعد كده بيبدا يسمعك لدرجات مختلفه من الاصوات، وبحسب مدى حساسيه ودنك للاصوات دي بيعمل لك حاجه زي بروفايل كده خاص بودنك انت. البروفايل ده بيقدر يحدد فين نقط الضعف ونقط القوة في قوة سمعك، وبناء عليه بيغير من البروفايل بتاع الايكولايزر لأي مزيكا بتشتغل على السماعة، فتقدر انك تسمع الاصوات بشكل افضل وبشكل انقى بكتير من العادي. تقدر تسمع الفرق بنفسك، تشغل البروفايل العادي او تشغل البروفايل المحسن وتاخد بالك من فرق كواليتي الصوت. السماعة هنا حرفيا بتعالج ودنك او بتعالج المشاكل اللي ودنك مش بتقدر تسمعها. اوبشن عجبني جدا جدا بصراحة. هنلاقي كمان في ون بلس 3 دي اوديو، وده ببساطة بيخليك تحس ان الاصوات جاية من حواليك من كل حتة، تحس ان الصوت مجسم كأن في 3 دي اوديو كده. مود مناسب جدا جدا لو بتتفرج على افلام او بتتفرج على اي حاجة على الموبايل، وبرضه ممكن يبقى ممتع جدا جدا لو بتلعب جيمز. في كمان الجيمنج مود اللي اقدر اشغله او اطفيه، وده بيخلي الليتنسي اقل ما يمكن، بيركز قوي في موضوع الليتنسي عشان الصوت يتماشى كويس جدا جدا مع الصورة، ما يكونش فيه اي تأخير ابدا. لكن عادة تشغيل المود ده بيستهلك بطارية اعلى شوية. وفي برضو Find My Earbuds اللي بتشتغل بس لو السماعة طالعة من العلبة او لو العلبة مفتوحة. طبعا لو في اي ابديت للفيرموير زي ما هو عايز دلوقتي كده فتقدر تعملها من خلال الابليكيشن، وطول ما انت بتعمل ابديت لازم تكون فاتح العلبة. تقدر كمان من الابليكيشن تتحكم في الايكولايزر بتاع الصوت، تختار من اكتر من مود مختلف او تعمل لنفسك مود تاني. لكن انا ما حسيتش ان في فروق كبيرة ما بين انماط الايكولايزر المختلفة ما عدا في البيز هنا فعلا بيكون في فرق واضح جدا، وتقدر انك تتحكم في مستواه او مستوى الموجة بتاعة البيز تكون اقوى ولا اقل. وحتى مع اعلى درجة بيز انا بحس ان مفيش اي تضحية خالص في كواليتي الصوت. كواليتي الصوت هايلة ككواليتي صوت، مش حاسس بفرق بينها وبين الاصدارات اللي قبل كده، بس هي هايلة، هي مش محتاجة اكتر من كده بصراحة. كواليتي البيز ممتازة، نقاء الصوت عالي جدا جدا، والبروفايل بتاعت الجولدن ساوند
فعلا عاملة فرق، فعلا عاملة فرق واضح جدا في الحاجات الهادية، في كده فعلا ميد تونز وانسترومنت وفي تفاصيل كده انا فعلا ما كنتش ببقى سامعها قبل كده وما كنتش عارف ان انا مش سامعها. والسماعه كمان صوتها عالي جدا جدا جدا، انا ما قدرتش استحمل خالص اعلى درجه صوت. اعلى درجه صوت انا متاكد ان هي هتكون مرضيه لاي حد بيحب الصوت العالي. وعلى فكرة لما بعلي أعلى درجة صوت بيكون في ليكينج، وبيكون في ليكينج واضح، لكن درجة الصوت الطبيعية اللي هي تعتبر أعلى درجة مسموح بيها في الموبايل اللي مش بعدي فيها الخط الأورنج ده، الصوت ما بيكونش فيه أي ليكينج نهائيا، ويعتبر برضو عالي جدا بالنسبة لي، ما بسمعش على الدرجة دي من الصوت، ومع ذلك اللي حواليا ما بيكونش فيه أي صوت خالص. فتمام، ده كده ما يخص صوت السماعة نفسها. تعالوا بقى لتجربة الميكروفون. السماعة بيكون فيها 3 مايكروفونز، منهم واحد فعليا بيكون جوه ودنك، يعني يعتبر باصص لودنك مش باصص لبره بأي شكل من الأشكال. والتلاتة مايكروفونز دول بيستخدموا عشان يعملوا عزل للضوضاء من الميكروفون، فصوتك في المكالمات يوصل بشكل واضح ويديلك أفضل تجربة ممكنة في المكالمات. الصوت حاليا بتسمعوه من الموبايل نفسه مش من السماعات، لكن دلوقتي الصوت بقى من السماعة نفسها. طبعا دي مش أول مرة نجرب ميكروفون وان بلس، أنا حاليا في مكان قريب من الشارع وفي حواليا شوية هوا، ومع ذلك النويز كانسلنج في الميكروفون بيبقى شغال كويس جدا، الصوت بيكون واضح، مختلف شوية لكن واضح. فرق كتير جدا عن الصوت بتاع الموبايل نفسه، دوشة العربيات، الهواء، العصافير، كل ده في المكالمات الميكروفون بيخليه فعلا أفضل بكتير. ما بتكونش كل الدوشة دي طالعة، وبيكون صوتي واضح حتى لو مختلف شوية، لكن اللي قدامي بيكون قادر يسمعني كويس جدا. هنا شديد جدا، ده كده الصوت في السماعة، ده كده صوت الموبايل، فرق واضح قوي قوي، هو جامد. وفي الاندور لما بيكون صوت النويز هو مجرد حاجة زي صوت التكييف كده، نويز خفيفة جدا، هناخد بالنا ان النويز ريدكشن بيبقى خفيف جدا، فجودة الصوت بتكون احسن من التسجيل في الشارع مثلا. حاليا انتوا مش سامعين صوت التكييف، واعتقد صوت المايك واضح، لكن ده كده من غير النويز ريدكشن بالتسجيل من التليفون نفسه. فكالعادة الميكروفون في وان بلس النويز ريدكشن بتاعه ممتاز جدا جدا، حتى وانا بستخدم سماعة واحدة بس. طيب، خلاصة تجربة وان بلس بادز 3 هي فعلا واحدة من أفضل السماعات اللي موجودة حاليا في الفئة السعرية بتاعتها. السماعة في رأيي أفضل من كل الإصدارات اللي قبل كده، أفضل حتى من وان بلس بادز برو، وأعتقد أفضل كمان من وان بلس بادز برو 2، وإن كان طبعا ينقصها بعض الفيتشرز زي الوايرلس تشارجنج والزين مود. وفي رأيي بجد وان بلس أذكياء جدا 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 إن هما اختاروا الحاجات دي كتضحيات في السماعة، في مقابل إن هما يقللوا من السعر ويدونا نفس الجودة نفس الكواليتي في كل حاجة تانية تقريبا. ففعلا سماعة ممتازة جدا جدا، اقدر ارشحها لاي حد بقلب جامد. لو عندكم اي اسئله تانية بخصوص السماعه اكتبوا لي في الكومنتس وهحاول اجاوب عليكم على طول باذن الله. ولو عجبتكم الحلقه فما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب في القناه عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. قولوا لي برضه رايكم في السيت اب ده، يعني حاسس ان انا قريب قوي من الكاميرا، ارجع تاني ورا المكتب احسن.